السلام عليكم خوتي خواتاتي، وعشر مبروكه. كنتمنى انها تدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، وباش ما تمنيتو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير سلو اللي سبق لي وشاركته معكم في القناه العام اللي فات والعام اللي قبل منه، وغنشاركو معكم حتى هذا العام واحد السلو اللي كيجي معلك صحي وبنين واللي داقو كيطلب منكم المقادير. بلا ما نطول عليكم الغزالات ديالي، نبداو بطريقه تحضير هذا السلو هذا ان شاء الله. هنايا انا وجدت كل شيء. عندي 3 كيلو ديال الزنجلان اللي مغسول منقي ومحمر، وعندي كذلك هنايا 3 كيلو ديال اللوز، 2 كيلو قشرتها وقليتها في واحد الزيت اللي هو بارد حتى ونقصت لها النار تتحمر من الداخل وعاد من البرا جا مقرمش. وواحد الكيلو خليته هنايا بالقشور، درت له غير واحد المعلقه ديال الزيت ودرته في الفران تحمر بالقشره ديالو. عندي هنايا 10 دراهم ديال الصوجه، وعندي هنايا 5 دراهم من نافع و5 دراهم من حبة حلاوة، وعندي مسكة حرة وواحد كوزة صغيرة. عندي هنايا 10 دراهم ديال إيلان، حنا نقولوا جهة شرقية لنجبار. عندي هنا 3 كيلو ديال الطحين، كيلو ونص ديال القمح وكيلو ونص ديال الفورس. عندي سكر كلاصي 800 غرام، وعندي القرفة والزبدة 500 غرام اللي ذوبتها نوازيط تمشى من هذاك الحليب ديالها. وهنا غادي نبدا نغربل. هنايا اول حاجه البنات، قبل ما تخلطوا سلو ديالكم حتى تخلطوا الطحين هو الاول، داك الزيت اللي قليتو فيه اللوز جربوه في الطبيسيل مع شويه ديال الطحين وشوفوا اللون كيفاش داير. الا محمر هو هذاك مذهب خلطوا، الا جاكم ناقص في التحمار، حيت انا هذا شريته محمر بصراحه، الا جاكم ناقص في التحمار غادي تزيدوا تعاودوا تحمروه، ماشي حتى تخلطوا المكونات كاملين وتلقاو داك الشيء بيض تخسروا في كل شيء. هنايا من بعد ما غربلت داك الطحين في غربال رقيق، عندي هنا 8 الحبات ديال المسكه حره اللي غادي ندقهم مع واحد المعلقه صغيره ديال سكر سنيده. حاولوا غير المهم كيفاش هكا تحكوهم بحال تحكوهم، لان هي كتبقى كتعلق، وردوا منها الباله البنات، لان هي الا مشات حتى بقات هكذاك راه تجي قاصحه. غربلوا ضروري الغربال يكون عندكم هذا ديال السبيب داك الرقيق. المهم بعد ما حكيتها هكذاك مزيان تذبت، وانا غادي نغربلها. هنايا عندي واحد الكوزه اللي غير صغيره حتى هي غادي ندقها، كتعطي واحد الريحه، واحد لوغو زوين بزاف. المهم درت كوزه صغيره ماشي كبيره. كل شيء تغربل البنات، اي حاجه درتوها غربلوا. انا داكشي باش درت الطحين هكا باش كل شيء ندير المكونات قدام. هانتوما الكوزه ها هي اللي حتى هي طحنتها مزيان، دقيتها. عندي واحد القبيصه ديال الملحه اللي ضروري منها في كاع الوصفات ديالنا لتصحيح الذوق. عندي هنا 5 دراهم ديال النافع و5 دراهم ديال حبه حلاوه، مغسولين محمرين منقيين كل شيء. انا غادي نطحن كل شيء هنايا، خلطتهم مع بعضياتهم لان غادي نطحنهم في دقه. هانتوما كتشوفوا طحنتهم مزيان، واخا هكاك غادي نغربل اي حاجه نديرها غادي نغربلها. لاول مره كتشاهد القناه ديالي تابونا وتفعل زر الجرس باش هكا توصلها اي وصفه من عندي اي جديد. والناس اللي مابونين ما يبخلوش عليا باللايكات ديالهم، بالبارطاج الفيديو باش كلشي يستافد منه، وكذلك اللايكات للفيديو، لان التفاعل صراحه فاش كيكون طالع راه كتكون عندك واحد الطاقه باش تصوري. فاش كيكون ما كيكونش تفاعل راه كيجيك العكس. هنايا درت ايلان اولا لينجبار كما نقولوا حنا في الجهه الشرقيه لينجبار. هنايا طحنته حتى هو هذا مزيان بزاف بزاف، كيصحح العظم. الله يحفظ هكا فاش كيتهرس شي واحد ولا النفيسه ضروري كنديروا لها حنايا هاد ايلان هذا، وكندخلوه حتى في سلو باش كناكلوه كاع حنا ووليداتنا، كيكون صحي. هنا ضروري كما قلت لكم الغربال كلشي تغربل. هنا غادي ندير حتى الصوجه حتى هي اللي منقيه ومحمره، وغادي نطحنها حتى هي مزيان مزيان، وغادي نغربلها اكيد. هانتوما كيف كتشوفوا كلشي تغربل، كلشي اي حاجه غير طحنوا وغربلوا. ديروا بانيو كيف ما درت انا باش تسهلوا عليكم الخدمه،
واللي درتوها طحنتوها غربلوها ديريكت في البانيه. هنايا القرفه اللي عندي زدت نعاد معلقه من بعد، درت 4 المعالق كبار عامرين. القرفه حتى هي عندها واحد الدور مهم في هذا السلو ديالنا، كتعطي واحد لوغو زوين. هنا غادي نبدا عاوتاني بالزنجلان، حتى هو غادي نبقى النص ديالو غادي نطحنو مزيان، والنص غادي نلوحو هكذاك. المهم غادي تشوفوا معايا واحد الطريقه كنديرها اللي كتخلي السلوك ديالنا ما حدك انت كتاكليه وكتحسي بديك القرماشه، ما كيجيش سلو رطب، يجي فيه ديك التقرميشه. المهم غادي نطحن سلوك سلو نطحن الزنجلان كاع اللي عندي. شوفوا معايا كنطحنو بحال هكا معلك. هنايا الدور ديال اللوز عاوتاني غادي ندير بقشورو وغادي نطحنو. شوفوا معايا حتى طلق داك الزيت ديالو ولا بحال املو. وهنايا هذا هرمشتو حتى ولا هكا بحال الحبات ديال المحمصه. ماشي طحنوه مزيان، شي تخليوه هكذاك باش يجي سلو ديالكم كما قلت ماشي رطب، يجي باين، يجي مقرمل، يعني تاكلوه وتحسوا بداك القرماشه. المهم بعد ما ساليت كل شيء درت هنايا سكر كلاصي. هنايا هز لي 800 غرام ديال السكر كلاصي. وانتوما الحلاوه كتبقى على حسبكم نتوما، كاين اللي كيبغي يسلو حلو، كاين اللي كيبغي شويه مسوس، كل واحد وعلى حسب الكميه. عاوتاني انا هنا راني دايره 3 كيلو زنجلان، 3 كيلو لوز، 3 كيلو طحين. هنايا عندي 500 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها نوازيط، تحيت منها داك الحليب اللي كيكون فيها. وهذا يا البنات الزنجلان اللي هي السر ديال ديك التقرمشه اللي كتكون في سلو. الزنجلان قليته في الزيت، داك الزيت اللي قليت فيه اللوز قليت فيه الزنجلان، غير ردوا معاه البال باش ما يتحركش لكم يطلق لكم المراره، حتى كتسمعوه كيتخرشش من تبقاو تحركوه صافي. وهنا غادي نبدا نحرك الصراحه. كرفصني هذا البانيو، راه قسمته نقصت واحد البانيو وبديت كان مع بوحدي، ما كانش اللي يشد لي، وهذه حاولت معاه وصافي. المهم شوفوا كتبقاو تشوفوا السلو ديالكم واش كيتجمع ولا لا. صراحه جات زوين 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 بزاف البنات، واللي ذاقوا كيعجبوا. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم، وانكم تبارطاجيوها مع كاع الاخوات خواتكم وصحاباتكم باش يجربوا هذا السلو هذا، لانه حقا كيستحق التجربه. كيجي زوين بزاف ومعلك. اي واحد يذوقوا عندكم غادي يسولكم واش هو السر ديال هذا السلو. كنتمنى انكم ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم، كومونتيرات ديالكم زوينه، وخليتكم على خير حتى الفيديو